يا كابتن حسام، بعد التصريحات اللي حضرتك قلتها وان الدنيا كلها اتقلبت عليك اليومين اللي فاتوا دول عشان التصريحات دي، انت المدرب اجنبي كان قبل مني بياخد بالدولار، وعندي اتنين محترفين وربع، والبهوات اللي قاعدين في الاستوديو اللي عمالين ينتقدوا اللي ما بيحبوش مصر. اولا ميكالي كان بيدرب الاولمبي، انت مالك وماله؟ انت بتدرب المنتخب الاول، ده اتجاه وده اتجاه. وبعدين البهوات اللي في الاستوديو، البهوات اللي في الاستوديو دول هم الناس دي اللي يعني قعدت فتره طويله تنادي ان حسام حسن يمسك المنتخب، حسام حسن يمسك المنتخب. جم النهارده لما ينتقدوك تبقى خلاص هم دول ما بيحبوش مصر. وبعدين ايه اتنين عندي اتنين محترفين وربع، انت كنت باصص في الساعه؟ هو بيسالك على انت مروح امتى؟ ايه اتنين وربع دي؟ وبعدين انا نزلت فيديو على المديرين الفنيين اللي بيبيعوا اللعيبه على الهوا على الملأ. لازم اللعيب ده يحس ان انت بتحميه، انت القائد بتاعه، لازم انت يحس ان انت بتحميه. قال لا، ايه الفكره في ان انا اسيح له على الهوا؟ ده المهاجم اللي هو الاساسي بتاعك اللي هتبتدي بيه، المفروض هتبتدي تلعب بيه. انت هتبتدي لي باسامه فيصل؟ ما هو اكيد هتبتدي بيه. وبعدين انا ما لفتش نظري في القصه دي كلها غير حاجه واحده بس في التصريحات دي كلها: انت بتضخ لعيبه. انت فين اللعيبه اللي انت ضختها المنتخب؟ انا عايز اعرف. كروش ضخ، طلع علينا محمد عبد المنعم. حسن شحاته الله يمسيه بالخير، ناجي جده احسن بديل. انت فين اللعيبه اللي انت ضختها؟ انت ضميت حسام عبد المجيد ما لعبش، ضميت محمد اسماعيل ما لعبش، ضميت خالد صبعي قاعد احتياطي، محمود صابر لعيب 8 بتلعبه 10. والناس دي اصلا مش هتلعب، مش هيلعبوا معاك في افريقيا. انت اخرك هتلعب بخمسه قدام او اربعه كمان، صلاح ومرموش ومصطفى محمد قدامه، وتحت منهم امام عاشور. ده لازم يلعب قبل الناس دي كلها، لان ده الوحيد اللي بيلعب كوره في المحليين، ده الوحيد اللي بيلعب كوره، فده لازم يلعب اساسي. بقيه الناس دي كلها بقى كل ده هيقعد احتياطي، لما تحتاجه هتنزله. فتكتيك ايه الهجوم اللي انت هتنفذه قدام؟ انت عندك صلاح ومرموش ينفذوا لك اي تكتيك. يعني انا مش فاهم، تبقى يعني خلي بالك من اللي انت بتقوله عشان ما يتاخدش عليك زياده.